هو حضرتك تربص في الاوضه اللي في البر، الاوضه اللي بره دي فيها حاجتي انا. دخل من نفس الباب ده؟ دخل من الباب ده. هي هنا كانت داخله بتلبس بقى غير هدوم، ما تاخد غيرها وتخش الحمام. جه وراها وما خلاش هو ما شافهاش. امي لو كان شافته كانت صوتت ولا عملت حاجه، خضها سرقها. قتلها ازاي يعني؟ عمل ايه؟ خنقها؟ ضربها؟ لف عليها الجلابيه ونزلها في الارض. طبعا دي مفتوحه عند والدتي، وهي سنها كبير طبعا يعني ايه، فما قدرش وراح خانقها على دراعها. انا عايزه اقول لك منظرها وهي مخنوقه كده، والايدين والتشنكات اللي كانت فيها والدتي حرام ما قلت لي هو قص الذهب. امي رفضت تديله ذهبها، امي شقيانه طول عمرها، قفلت ايدها كده على الذهب وقفلت ايدها عشان استحاله تسلم له حاجتها اللي اتشقت سنين عمرها فيها. قصه بالمقص، سابها ودخل يدور على مقص في المطبخ عشان يجيب المقص يقصه. امي ستي طول عمرها مكافئه. طب الجاني لما خرج بقى وقت الحادث هو طلع ادى الذهب لمين بقى؟ ادى الذهب لمراته. هي كانت مستنيه بتكلمه في التليفون، الشاهد برضه موجود. قالت له خلاص ما فيش حد في الشارع اطلع. هو سامحها بس ما حدش عارف هي بتتكلم على ايه. بنت الشارع بتتكلم تقول له اطلع، بس مين؟ محدش عارف. وفوجئوا بقى ان هي وهو طالع في جارنا هنا اهوت قال انت مين انت اللي لابس، انت رايح فين؟ مين جه عند خالتي ام حسن. فما التاني ما ردش عليه وبيجري في جريته، التاني اتفطن ان هو لابس صندل رجالي فجرى ورا منه، فمسكوه الشباب على اول الشارع، فهو كان رمى الحاجه. فالحلوه بقى مستنياه، فبتقول لهم ده جوزي، ده مش حاجه، ده جوزي. ده كان بيعمل ايه عند خالتي ام حسن؟ فابن اختي فبيقول لهم في ايه؟ قالت له ده كان عند ستك مش عارفين في ايه. فدخل ابن اختي، دخل يا ستي ما لقاش ردت عليه. الباب بتاع الشقه كان مفتوح وخاف يقفله عشان ما يعملش صوت اخويا فوق، فما خاف يقفل الباب يعمل صوت، فكان سايبه مفتوح. وده حظنا احنا الحمد لله. فدخل يجري، فدخل على سته في الارض، طلع يجري يصوت. لقاها مرميه هنا، لقاها مرميه في الحته دي، فيجري يصوت ستي الحقوني ستي. كل الشارع كان ملموم، كل الدنيا كانت ملمومه. امي كل الطوب الارض يحبها. يعني اقول لحضرتك انزل اي مكان فيك في عمريه قول ام حسن هريسه،